السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم عندي مجددا في قناة شانيل هند. اليوم ان شاء الله البنات كما تشوفوا معايا نقدم لكم كيكة بالمندالين، تتجي رائعة البنات وبنينة، والاهم في ذلك انها سريعة التحضير. سنحضروها بالخلاط الكهربائي، وكذلك مكونات بسيطة موجودة في البيت. صراحة البنات غير جربوا الكيكة تجي هشيشة كما تشوفوا معايا او رطبة. صراحة تستحق التجربة. يلا البنات ندوزو نخليكم مع طريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. نبداو اول حاجة نوجدوا المول ديالنا اللي نديرو فيه الكيك. الورا ناخذوا المول تنديروا ليه نفرشوا ليه داك الكارت دي فورنو، الورق الطبخ تنفرشوا باش ما تلصقش الكيك، ثم تندهنوا بالزيت او الزبده ونرشوا بالطحين. بعد ذلك تنديروا واحد 2 معالق ديال السكر ديال السنيده كما تشوفوا معايا، 2 معالق تنحاولوا نسرحوهم في اللاطه او المول اللي نديروا فيه الكيكه. نحاولوا نوزعوها. بالنسبه للمول يمكن لي يكون دائر او كذلك المول مستطيل اللي تيكون طويل، اللي عندكم اي مول عندكم يمكن ديروا فيه هاد الكيكه ديال المندالين. هنا كما تشوفوا وزعنا السكر او سنيده على المول. من بعد تاخذوا المندالين على هذا الشكل، تنقيو ونقشروا نحيدوا ليه القشره ديالو ونقسموه على نصفين كما تشوفوا البنات. بالنسبه للكميه ديال المندالين على حساب حجم ديال المول، تنحيدوا ليه غير العظم الا كانوا فيه العظم في الوسط صافي، نحاولوا نقادوا المندالين في المول ديالنا. بالنسبه للسكر مع هاد المندالين ملي تيطيب تيجي زوين وتيجي معسل صراحه، تيعطي لواحد الكيكه واحد النكهه زوينه صراحه. المهم تنحاولوا نصفوا المندالين على هذا الشكل في اللاطه كما قلت لكم، اي لاطه عندكم كما كان الحجم ديالها يمكن لكم تستعملوها. صافي تنستمروا نصفوا المندالين على هذا الشكل. بالنسبه للبنات هاد كيكه رائعه البنات، غير جربوها ما تعكزوش وسهله. ودابا هذه وقيته ديال المندالين صراحه رائعه كما تشوفوا معايا. ستفت المندالين على هذه الطريقه هذه صافي. دابا نخليو هذا المول على جانب وندوزو الطريقه ديال تحضير الكيك. غناخذوا مولينيكس الخلاط الكهربائي. هنا عندنا 3 حبات المندالين. عندي هنا قطعت 2 ديال المندالين، حبه المندالين بالقشور ديالهم بعد ما غسلناهم وحيدنا العظم اللي فيه العظم وقطعناهم قطع. وهنا وحده حبه مندالين يعني قشرناها حيدنا لها القشره صافي. دابا نديروهم في المولينيكس. هنا نحاولوا نضيفوا كاع المكونات ما عدا الدقيق. دابا نضيفوا بيضتين، انا عندنا فقط بيضتين نضيفوا في هذا الكيك، نديرهم في المولينيكس. بالنسبه لهاد الكيكه يمكن لك توجديها يعني الا جاوك الضيوف على غفله، يعني دغيا تتوجد يعني حتى الوقت ما تطلبش الوقت بزاف. المهم هنا بعد ما ضفنا بيضتين هنا تنضيفوا تقريبا كاس لاروب ديال السكر والسنيده. بالنسبه للكميه يمكن لك تنقصي او تزيدي ماشي مشكل. بالنسبه للسكر هنا نضيفوا واحد قريصه ديال الملح اللي تعدي للذوق. نضيفوا كاس لاروب كما تشوفوا ديال الزيت النباتيه، ثم نضيفوا لتنسيم واحد خنيشه ديال الفاني. من بعد نضيفوا كاس ديال الماء كما تشوفوا بحراره المطبخ. دابا نخليو كل شيء يتخلط، نخليو تيطحن مزيان داك المندالين مع جميع المكونات ونحصلوا على خليط متجانس.
نحاولوا نطحنوه مزيان حتى المندالين تا هو يطحن لينا مزيان مع الخليط. صافي من بعد ملي نطحنوا هاد العناصر كامله نخويو واحد الاناء. بالنسبه للمندالين البنات واخا تنطحنوا بقشور راه ما تيعطيش لا مروره لا والو، تيجي لذيذ في الكيك، تعطي واحد النسمه رائعه صراحه. خصوصا المندالين اللي عنده خص تكون القشره ديالو رقيقه، ما تكونش قشره غليظه باش ما يجيش مر. من بعد نضيفو 2 كيسان، هنا 2 كيسان ديال السميده رقيقه ديال الحرشه، نحاولوا نغربلوها ونضيفو خميره الحلويات هذه ديال 15 غرام، نحاولوا نغربلوهم باش نحيدوا دوك الحبيبات. ثم نخلطوا السميده مع العناصر اللي كنا طحنا. المهم نحاولوا نخلطوا حتى تنسجم العناصر. البنات بالنسبه للسميده هنا درت 2 كيسان ديال كاس العنبه ديال السميده، واخا يبان لكم راه الخليط خفيف ولكن راه السميده تتشرب من بعد، راه هو داك تيجي صراحه الكيكه تتجي خفيفه وزوينه. انا درت هنا 2 كيسان بالنسبه لهذا القياس المقادير اللي درت. من بعد تنضيفوا واحد معلقه كما تشوفوا ديال الخل الابيض. هاد المعلقه هذه تخلي الكيك يجي تا هو هشيش. صافي نحاولوا نخلطوا كلشي كما تشوفوا البنات. الخليط يجي على هذا الشكل، وحتى دوك القطع او ديال المندالين كما تشوفوا دوك القشيرات ولا هذا ما تخافوش، راه ما تيطيب الكيك راه ما تيبقاش يبانوا، حيت بلا ما نصفيهم انا درتهم نيشان حيت ما تيبقاش يبانوا ملي تيطيب الكيك. صافي هنا ناخذوا اللاطه اللي كنا وجدنا فيها المندالين وكنا رشيناها بالسكر سنيده 2 معالق. هما الاولين عقلتوا البنات كنا درنا 2 معالق ديال السكر ودرنا المندالين قطعناه على 2. صافي دابا تنصبوا الخليط ديالنا على هذا الشكل. نكونوا شعلنا الفران على درجه حراره 180 درجه، وانا شعلته صراحه من الفوق ومن التحت. تنديروا الكيك في الوسط. هنا تنديروا هذه الحركه البنات، تنحاولوا نحركوا المول باش يهبط لنا هذاك الخليط اللي درنا فوق المندالين ومن الجوانب. تنحاولوا نحركوا على هذه الطريقه هذه كما تشوفوها انتم البنات. كما تشوفوا الفقاعات راه تيطلعوا دوك الفقاعات هذوك راه الخويات اللي كانوا بين المندالين. صافي تنحركوا مزيان حتى يهبط لنا الخليط في الجوانب ديال المندالين. دابا ندخلوا الفرن نخليه يطيب. ندوزو نوجدوا السيرو اللي غنسقيو به هذا الكيك. هنا عندي نص كاس ديال السكر سنيده، عندي هنا واحد كاس ديال الماء، ثم نسموا هذا السيرو هذا بالمندالين، نكهه المندالين. نحاولوا نعصروا واحد المندالينه على الطريقه غير باش تنسم. بالنسبه للبنات هذا الكيك راه تيجي رطب صراحه. بالنسبه لهذا السيرو اختياري، اللي بغى يديرو ولا ما بغاش يديرو ما يديروش، حيت الكيك راه اصلا تيجي رطب مع داك المندالين مع السكر اللي درنا من سميتو تيجي معسل. دابا نخليو هذا نديرو قطع ديال المندالين هذوك القطع القشور اللي عصرنا نديروهم حتى هما تينسفوا لينا السيرو، ونديرو فوق البوطه ونخليوه يغلى مزيان حتى يولي سيرو اللي باش نسقيو به الكيك ديالنا. من بعد ما طاب لينا الكيك كما تشوفوا البنات هو وجد تقريبا خدا واحد 40 دقيقه. المهم كل وحده على حسب الفرن ديالها. تتحاولي تقلبي الكيك من تيتحمر على هذا الشكل يتحمر، والريحه البنات ما نقولش لكم يا سلام، واحد الريحه طالعه ريحه المندالين الكيك واعره البنات صراحه، غير جربوها. نحاولوا نحيدوا من المول باقي سخون البنات. المهم شوفوا البنات الشكل كي تيجي رائع ورطاب صراحه. نحاول نوريكم ولكن سخون باش كيفاش نهزو. شوفوا البنات يجي رطب صراحه بلا ما نقول لكم البنات. شوفوا الصوره تتوريكم كيفاش الكيك تيجي. دابا نحاولوا نقلبوه كما شفتوا على الطريقه. نحيدوا هذاك الكاطه فورنو اللي كنا درنا. هانتوما البنات الشكل حتى الشكل تيجي رائع البنات كما تتقلبوها، باقا سخونه والريحه يا سلام البنات. شوف كي تيجي الشكل ديالو رائع. وهذاك السكر اللي درنا مع المندالين تيجي معسل من الفوق. هنايا البنات راه معسل وشوف كيرطب
صراحه البنات الكيك يستحق تجربه، غير جربوه وردوا لي البنات، خليه في كومونتير اللي عجبها هذا الكيك هذا. بالنسبه للسيرو اللي بغا يديروا، اللي بغاش يديروا راه الكيك رطب اصلا بلا سيرو صراحه. بالنسبه للسيرو ها هو وجد، دابا تنحاولوا نسقيوها، تتحاول ديك السميده تتشرب، تتجي رائعه البنات صراحه ورطبه ما نقولش لكم. نتمنى البنات تجربوا هاد الكيكه هذه بالمندالين، صراحه تتجي رائعه. ونستغلوا محد كاين المندالين دابا وقيته ديال المندالين، كيكه تتجي رائعه بنينه لذيذه صراحه رطبه، تتجي بحال البسبوسه حيت هي بالسميده وتتجي رطبه ومنسمه بالمندالين، صراحه رائعه البنات، غير جربوها. اللي جربتها تخليها في كومونتير، ونتمنى ان شاء الله تعجبكم. كيكه تستحق التجربه البنات، شوفوا الشكل ديالها تيجي رائع البنات صراحه، واحد الريحه طالعه منها يا سلام، ما نقولش لكم البنات. مهم جربوها وردوا عليا الخبر. وإلا عجبكم الفيديو بارطاجيو مع صحاباتكم وحباباتكم، خليو لي جيم، ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله. الى اللقاء.